عمرك شفت مدرسة بتعيط قدام فصل حضانة؟ مش دموع عادية، انهيار. والسبب؟ سؤال واحد بس من طفل عنده 5 سنين. سؤال بسيط جدا، لكن بعده الفصل كله سكت. القصة حصلت في اليوم اللي قبل عيد الأم. الفصل كان مليان حركة، ألوان شمع على الترابيزات، ورق ملون في كل حتة، والأطفال بيتكلموا ويضحكوا. ميس مريم دخلت الفصل ومعاها علبة فيها ورق وألوان. كتبت على السبورة عيد الأم، وبصت للأطفال وقالت: النهاردة مش هنعمل درس. الأطفال فرحوا. قالت: كل واحد فيكم هيعمل كارت هدية لمامته. الفصل كله اتحمس. طفل قال: أنا هرسم لماما قلب كبير. طفل قالت: أنا هكتب لها إن هي أحلى ماما في الدنيا. طفل تاني قال: أنا هخبي الكارت لحد بكرة وأفاجئها. الفصل كان مليان ضحك، لكن في آخر الفصل كان في طفل واحد ساكت، اسمه عمر، قاعد قدام ورقة بيضة، القلم في إيده بس مش بيكتب. كل الأطفال حواليه بيقصوا ويلزقوا ويضحكوا، وهو ساكت. ميس مريم لاحظت، قربت منه بهدوء ونزلت لمستواه وقالت: مالك يا عمر؟ مش هتعمل الكارت؟ عمر فضل باصص للورقة شوية، وبعدين قال بصوت واطي: أنا مش عارف أعمله لمين. المعلمة استغربت وقالت: ليه يا حبيبي؟ رفع عينه وبصلها وقال: ماما مش هنا. المعلمة سألته بهدوء: هي فين يا عمر؟ رد ببساطة: ماما عند ربنا. الفصل كله سكت. الأطفال اللي كانوا بيضحكوا من شوية بقوا باصين لبعض. طفلة بدأت تمسح دموعها، وطفل بص للأرض. في اللحظة دي كل الأطفال فهموا حاجة، إن في أطفال كتير بيرجعوا البيت ويلقوا ماما مستنياهم، وفي أطفال تانية كل اللي معاهم صورة. لو أمك لسه موجودة قول لها إنك بتحبها دلوقتي.